والليلة وضمن أنشطة مهرجان القرين الثقافي السادس عشر يسعدنا أن نقدم لكم أمسية سينمائية عن القدس، نقدم خلالها الفيلم الفلسطيني تذكرة إلى القدس من إخراج رشيد المشهراوي ومن بطولة غسان عباس وعرين عماري ومن إنتاج عام 2002، ومدة الفيلم 85 دقيقة. فيلم تذكرة إلى القدس هو ثالث الأفلام الفلسطينية التي شاركت في مهرجان كان لعام 2002، وهو الفيلم الروائي الطويل الثالث للمخرج رشيد المشهراوي، ومن بعده فيلمين حتى إشعار آخر وحيفة. كما عرض الفيلم في افتتاح مهرجان القدس الذي أقيم في غزة الشهر الماضي. ويعقب الفيلم محاضرة عن صورة القدس في السينما العربية يلقيها الأستاذ عماد النويري، ويقدم المحاضرة الدكتور أسامة أبو طالب. نتمنى لكم مشاهدة طيبة، ويسعدنا نلتقي بكم بعد الفيلم.
شاء الله مش مغلبينها. لا ما ممتازين. بدك تشوف قديش هم مبسوطين. اهلا جبر. اهلا عمي احمد. تسلم. شكرا. اخي جبر، شو بالنسبه لعرض يوم الخميس؟ عرض الخميس قايم، بس عم ابو مرمر مستحيل يكون في نفس السعر. يعني لا هو في الاجهزه ولا هو في الفيلم، وباجي من بلاد الله. يعني زودوا شوي. يا اخي جبر ارجوك تفهم الموضوع، صرنا نحكي فيها القصه اكثر من مره. احنا ما بنقدرش ناخذ يا جبل افهمها من الاطفال شيء. ما بقدرش اقول لهم تجيبوا مصاري واقف مع البال يعني. انا متفهم وضعكم، بس على القليل ادفعوا لي البنزين يعني. بالنسبه لخطوط البنزين احنا جيب لنا اياها، لو ندفعها من جيبنا بنعمل لك اياها. توكل. خلاص اللي بتقولوا ماشي علي. اوكي. بس اسا عن اذنكم بلاش الفيلم يخلص والاولاد يبلشوا يلعبوا في الاجهزه. ماشي. يعطيك العافيه. لا حكينا احنا، بس ننساش الخميس بضل قائم العرض. الخميس قائم. يسعدك. الله يعافيك يا سناء. تعال كل وبعدين انا بساعدك بالاشياء. صوتي هاي جوا استنى. والله تلاقيك من الصبح مش حاطط لقمه في بطنك. ما انت فاهم الافلام بخليهاش في السياره، بخاف عليها. طيب يلا هاتها وتعال. كيف الاحوال؟ شو الاخبار في المخيم؟ الناس ملخبطه والناس لا عارفه تروح ولا تيجي. باني سكروا حاجز قلنديا. الطير الفاير بيقدرش يفوت القدس، وحاجز الرام وحاجز بير زيت. تعرف يا سناء؟ افكر قاعدين بيحتلوا في المناطق من اول ابو جديد. ما انا قلت لك يا جابر. ما انا قلت لك 100 مره تقولي ليش قلت لك هات الاكل وخلصيني، ميت من الجوع. اتصل مدير مكتب التنشيط سألنا على العرض. قلت له اذا الطريق مفتوحه في عرض، اذا مسكر وفي حواجز انت عارف. شلون ايديك؟ عليك. زهقتني، طلعت لي روحي، عرفت لي حياتي، مشان الله عاد. احنا منين ناكل عشان نقعد نخدم فيه؟ بقول لك مش عاجبك خذ الواد وعبيت اهلك، الله يسهل عليكي. سيب اهلي. وين يا زلمه؟ شو مالكم؟ شو مالك؟ يا زلمه له 6 اشهر قاعد بيضطر زي النسوان ولا ماشي، بلا شغله ولا عامله ولا ماشي، اما يجيب خمره ويقعد يسكر لا. ولك انا معي مصاري اجيب اكل عشان اجيب خمره واشرب. والاناني الفاضي اللي بالدار. هو بيجيبش قناني فاضي، بيجيب بس قناني مليانه. سناء طلعيها فوق. خلاص مش قادره اتحمل، مش قادره. طلعيها فوق سناء. ايه شو مالك يا جار؟ شو السيرة؟ شو مالكم؟ فضحتونا. عارف يا جار شو السيرة؟ انت عارف 6 اشهر 6 اشهر بحاول اشتغل اي شغله ومش قادر، وهي عارفه وانت عارف. يعني حتى تهريب مش قادر اوصل شغل. طب شو اعمل قول لي؟ يعني مصانعنا ومزارعنا ومحلاتنا ما باخذوا عمل ولا فيهم شغل، طب شو اسوي انا؟ شو اعمل قول لي؟ اهدى اسرق انهب عشان ارضيها. اهدى اسا، امسك هاي.
تعال اطلع قدامي. خليني تهدى شوي بس. بتهدى بس اهدى شوي يا جار الله يخليك. بقول لك بتهدى فوق، اطلع فوق، اطلع. صوتكم طالع كل الوقت، شايب عليكم، فضحتونا، كل الجيران سامعتكم. اهلا سماء، كيف الاوضاع؟ والله الدنيا عيني قاعده. شو اخبار جبل شغاله؟ هيو عم بيطلع الصبح على الشغل، مش عم بيهدالي بال لحد ما يرجع على البيت. بسيطه. يلا دير بالك. مع السلامه. افوت في السياره على طول. بالسياره بدي افوت بالسياره، معي سياره بقي. لا يشتري اوتو. لا بس ضبطي. رام الله، سيارة رام الله، بس بدي أعرض فيلم هناك. لأجلك يا مدينة الصلاة نصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا مدينة الصلاة نصلي. عيوننا إليك ترحل كل يوم، تدور في أروقة المعابد، تعانق الكنائس القديمة وتمسح الحزن عن المساجد. كانت هذه مجرد تذكرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان هناك من شكر يزجى فللمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، أمينه العام وكل رجاله والمسؤولين فيه، على فتح صفحة القدس في هذه الليلة، صفحة السينما في القدس. وقد سبق لهم في هذا المهرجان أن فتحوا صفحة المسرح بأبحاث ومراجعات وملاحظات تاريخية ونقدية. صفحة القدس في كتاب فلسطين، في كتاب الفن والأدب في فلسطين سينمائيا، للأسف صفحة محدودة السعة ومحدودة الحجم، ربما لا تقارن بصفحة الشعر، ولكنها تقارن إلى حد ما بصفحة المسرح، وإن كانت فيها أو لها أو أحاطت بها مصاعب وعقبات ومشاكل كثيرة.
بينما ديوان الشعر الفلسطيني يتسع لقصائد كثيرة من الشعر العمودي ومن شعر المقاومة بأسماء كثيرة وشعراء كثيرين، وتتسع أيضا صفحة السرد، صفحة الرواية الفلسطينية بأسماء كثيرة وكتاب إلى حد ما كثيرين، لكن صفحة الفن أقل، صفحة الفن التشكيلية أوسع أيضا. صفحة الفن التي بدأت تقريبا عام 1891 بمسرحية على يد الشيخ نجيب حداد، ثم مسرحية باسم ناصر صلاح الدين لفرح أنطون بعدها بسنوات، وقدمت في المسرح القومي بالقاهرة في ذلك الوقت المبكر. ومنذ ذلك الوقت وأعمال السينما الفلسطينية أو الإنتاج عن فلسطين وعن القدس يسير بطيئا ومتعثرا. تبدو المقارنة هائلة إذا قيست بما أنتجه الإسرائيليون والصهاينة منذ ما قبل الاستيطان الكامل، منذ ما قبل 48 عن القدس وعن فلسطين، كلها جميعا بلا استثناء تشوه الصورة، تمسح ذاكرة من التاريخ وتغير من الجغرافيا. نعرف أن إنتاج فيلم عن فلسطين من الداخل لا يمثل على الإطلاق أو لا يمثل شيئا في المقارنة بإنتاج فيلم عن فلسطين وقضيتها من الخارج. قصرنا كثيرا في الفن السينمائي عن فلسطين أن نلحق أو أن نعلي من شأن القضية الفلسطينية. لا نذكر إلا ربما فيلم يوسف شاهين الناصر صلاح الدين وبعض الإشارات المحدودة وربما اللقطات العابرة في الأفلام. قصرت منظمة التحرير الفلسطينية، قصرت المقاومة الفلسطينية في الاهتمام بهذا الوجه الإعلامي الهام رغم ما قدم لها من تمويل، ويجب أن يذكر هذا حقيقة. قصرت أمام الكفاح المسلح أو بالقياس إليه، ولا زال هناك تقصير كبير جدا في هذه الصفحة. الأبطال الذين صنعوا الأفلام الفلسطينية من الداخل يسمون أبطالا بالفعل. ربما تكون هناك ملاحظات نقدية كبيرة توجه إلى أعمالهم مثل كل عمل يوجه فنيا مهما على شأنه، لكن كثيرا من الحدب وكثيرا من الحنو وكثيرا من التفاهم لهذه التجارب الخارجة من تحت الحصار ومن تحت البارود ومن تحت الحواجز ومن تحت الدم ينبغي أن تحيط برؤيتنا بالأفلام الفلسطينية الآتية من الأرض المحتلة بالتحديد. لن أطيل عليكم، فمعي الأستاذ عماد النويري، وهو ناقد سينمائي ومؤرخ وباحث وكاتب معروف، سوف يتحدث عن السينما في القدس المحتلة. والأستاذ عماد النويري بسرعة هو حاصل على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة، وحاصل على دورات متخصصة في فن كتابة السيناريو والإخراج والتصوير، وهو أيضا مدير نادي السينما الكويتية وأحد المدافعين عن صناعة السينما وعن فن السينما وعن هواية السينما في دولة الكويت. نشاطه متعدد في التحرير والمطبوعات والكتابة. عمل مسؤولا عن التحرير والنشر في مركز التسويق والدراسات الإعلامية عام 1984 بالكويت، وعمل مديرا لتحرير مجلة الغدير عام 92 في الكويت أيضا، ثم مديرا لنادي السينما منذ 94 ومديرا لتحرير مجلة سينما اليوم. الأستاذ عماد أيضا منسق عام لندوة السينما العربية التي أقيمت أيضا في الكويت 95، ومنسق عام لتظاهرة أفلام الهواة في الكويت 2007، وعضو لجنة تحكيم مهرجان الشرق الأوسط السينمائي الدولي مسابقة الإمارات 2008، كما أنه منتج منفذ ومعد ومقدم لبرنامج خاص عن مهرجان القاهرة السينمائي 98 من أعمال تلفزيون الكويت، وهو معد برامج سينمائية متعددة منها الفن السابع وسيني بريس وسينما الشباب وسهرات خاصة عن مخرجين كبار في تلفزيون الكويت.
هو كاتب سيناريو فيلم يوم في حياة مدينة، ومحاضر عن السينما العربية في جامعة الكويت، وعن السينما ومشكلة اللاجئين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بالكويت. أيضا محاضر عن السينما في الخليج، وعن السينما والأدب في رابطة الأدباء وفي الملتقى الثلاثاء. محاضر أيضا عن السينما الإيرانية. هو أيضا مشارك رئيسي في ندوة الإنتاج السينمائي في الخليج، باحث عن مشاكل الإنتاج في مهرجان السينما العربية الأولى في البحرين، كما أنه رئيس لجنة الندوات والعروض في أيام السينما العربية المميزة بالكويت 2001، بالإضافة إلى كونه مشاركا أساسيا في ندوة إشكاليات الإبداع السينمائي والنقدي، حيث بحث عن إشكاليات النقد السينمائي في الخليج بمهرجان الرباط السينمائي 2003. عمل رئيسا لقسم الفنون بجريدة القبس من 2000 إلى 2002، ومسؤولا عن صفحة السينما في جريدة القبس منذ عام 1994 حتى 2008. كما أنه مشرف ومنسق عام ومنظم للعديد من الأسابيع والورش السينمائية التي أقيمت في نادي السينما الكويتي منذ عام 1994، ومشارك دائم في أهم مهرجانات السينما في الوطن العربي وفي الخارج، كما أنه يكتب في مجلات الكويت والطليعة وآفاق عربية والمنتدى والناقد والبيان والفن السابع والعربي، كما يكتب صفحة زاوية ثابتة في مجلة الكويت منذ عام 2002 بعنوان على الضفاف، بالإضافة إلى كونه قاصا وكاتبا مسرحيا أيضا. ليتفضل الأستاذ عماد النويري بتعليقاته أو بمحاضرته عن سينما القدس، عن هذا الفيلم بالتحديد، كما سوف يعقب كلمته مداخلات من حضراتكم. أرجو ألا تزيد مراعاة للوقت عن 3 دقائق، كما أرجو أن تنتبه أيضا لظروف وإنتاج أي فيلم يخرج من باطن الأرض المحتلة. وشكرا. فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للدكتور أسامة. هو في واقع الأمر عندنا 60 صفحة، كل صفحة دقيقتين فعندنا ساعتين، لكن بعون الله اختصرناهم، خليناهم تلت ساعة فقط عشان نتيح أكتر للنقاش والحوار، فهو الباقي. المداخل إلى موضوع صورة القدس في السينما العربية كثيرة ومتنوعة، ليس فقط بسبب عمليات التشويه والتزوير والتحريف والتلفيق التي تمت وما زالت على مدى عقود لهذه الصورة، ولكن لأننا نتعامل مع عاصمة عمرها 5000 عام، كانت وستبقى أرض الأنبياء والمقدسات. وإذا كان لكل وطن عاصمة، فإن القدس هي استثناء القاعدة، هي عاصمة لكل الأوطان. كيف ظهرت القدس في السينما العربية؟ وهل استطاعت السينما العربية الاقتراب من صورة القدس الحقة؟ هل استطاعت هذه الصورة أن تقترب من حكايات الناس والبيوت ومن ملامح الأسواق والشوارع والجدران؟ وهل استطاعت الأفلام التي صورت أن تحفظ لنا ملامح المدينة المقدسة بعد أن تحولت بفعل مشروعات الطرد والتهجير والتنكيل والاحتلال والتهويد إلى مجرد أغنية لها العيون ترحل كل يوم فتعود نظراتها كثيرة حزينة؟ في بحثنا عن الإجابات، في بحثنا عن صورة القدس في السينما العربية، من المهم أن نشير إلى أن موضوع الحديث سيكون فقط عن الأفلام العربية التي صورت القدس، وليس تلك التي أنتجت عن القضية الفلسطينية داخل وخارج فلسطين. يذكر أن أول فيلم سينمائي أنتج في فلسطين عام 1935 كان عن زيارة الملك عبد العزيز آل سعود إلى القدس من إخراج إبراهيم حسن سرحان، ويعتبر فيلم القدس هذا هو الفيلم الحقيقي الذي تؤرخ به السينما الفلسطينية التي صورت القدس بالتحديد. كان من إخراج الفنان التشكيلي فلاديمير تماري عام 1968. أول محاولة سينمائية تواكب ولادة زمن السينما الثورة الفلسطينية
على الرغم من أن إنتاج هذا الفيلم تم بمبادرة من رابطة الخامس من حذيران في بيروت. أول فيلم فلسطيني يؤرخ به كإنتاج للسينما الفلسطينية بالتحديد التي صورت القدس أنتج بمبادرة من رابطة الخامس من حذيران لعلنا ننتبه في بيروت. وقد توافق إنتاج هذا الفيلم مع محاولات لتقديم نشاط فني تعبيري شاء تناول كارثة سقوط القدس في براثن الاحتلال، تلك المحاولات التي بلغت ذروتها الفنية في مرثية غنائية نذكرها كلنا زهرة المدائن، فقدمتها المطربة فيروز وصاغها المخرج علي صيام في عمان فيلما يصورها. وخلال السبعينيات ظهر فيلم فلسطين في العين عن المصور السينمائي الشهيد هاني جوهرية، تضمن آخر اللقطات التي صورها لمدينة القدس. وقدم قيس الزبيدي فيلمه صوت من القدس عام 1977 وهو يتناول لقاء مع المغني الفلسطيني مصطفى الكرد. ولم تحتل القدس مكانتها اللائقة في السينما الفلسطينية إلا عندما بدأت السينما الفلسطينية الجديدة تقدم أفلامها بمعزل عن سينما الثورة الفلسطينية، فكانت التجربة المميزة بفيلم الذاكرة الخصبة للمخرج ميشيل خليفي عام 1980 والذي تم تصويره كاملا في الأرض الفلسطينية المحتلة خصوصا في مدن الناصرة ورام الله والقدس. في عام 1982 قدم قيس الزبيدي فيلمه الشهير فلسطين سجل شعب، وفيه قراءة للقضية الفلسطينية تمتد منذ أوائل القرن العشرين حتى منتصف السبعينيات منه، تعتمد على وثائق بصرية نادرة مأخوذة من أرشيفات عالمية. في هذا الفيلم كشف لأول مرة عن العديد من الصور السينمائية لمدينة القدس منذ مطلع القرن العشرين. ويقدم المخرج ناظم الشريدي فيلمه مسلسل صيف فلسطيني حار عام 1988. وفي فيلم القدس تحت الحصار للمخرج جورج خليفي عام 1990 صورة عن واقع مدينة القدس المهددة بالمستوطنات الصهيونية ومحاولات المستوطنين احتلال بيوت الفلسطينيين في البلدة القديمة. ينقل الفيلم شهادات فلسطينيين مقدسيين ورجال دين مسيحيين ومسلمين، إضافة إلى تصريحات مستوطنين صهاينة، كما يعرض الفيلم لأهمية المدينة عند الفلسطينيين وأهميتها على كافة الأصعدة. الفيلم يقول أن القدس ستكون الصخرة التي يمكن أن تتحطم عليها أحاديث التسوية. يصور بيان من مآذن القدس للمخرج جمال ياسين عام 1993 الاعتداءات الوحشية على المتعبدين في رحاب الأقصى، ويقدم الفيلم شهادات بصرية موثقة ترصد موقع الأقصى وأهميته في التاريخ العربي والإسلامي ورمزية القدس ومكانتها في وجدان عموم المسلمين والمسيحيين. ويدخل فيلم القدس أبواب المدينة للمخرج فرانسوا أبو سالم عام 1995 مدينة القدس عبر 3 شخصيات مقدسية، ويحاول الفيلم تقديم صورة عن مدينة القدس وأصالتها. يتناول فيلم أنت أنا القدس للمخرج جورج خليفي عام 1996 شخصيات مقدسية من شرق المدينة وغربها ومن مختلف الديانات، لينتهي إلى مقولته بأن القدس ستكون العقبة أمام أي اتفاق سلام ما لم تؤخذ خصوصياتها وأهميتها بعين الاعتبار. وفي فيلم النار القادمة للمخرج محمد السوالمة عام 1997 عرض لممارسات المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين، ويفضح الفيلم سياسة قضم الأراضي الفلسطينية عبر الاستيطان المتواصل والمستمر. يوجد أيضا فيلم محوطة بالسور للمخرج وليد بطراوي وفيلم كوشان موسى. ويتناول المخرج أياد الداود في أولى أفلامه القدس وعد السماء عام 1999 التاريخ العريق لمدينة القدس
ويصور بعض المواطنين المقدسيين يتعرضون أو تعرضوا بشكل مباشر للطرد والتهجير من مدينتهم، كما يعرض الفيلم لتجربة مخيم الرباط والصمود والعودة الذي أقامه المقدسيون عام 1997 للحفاظ على ملكيات أراضيهم. ويقدم المخرج رشيد المشهراوي فيلمه خلف الأسوار عام 2000 الذي يعتبر وثيقة تفضح المحاولات الصهيونية للاستيلاء على مدينة القدس من خلال احتلال البيوت واغتصابها. ويصور جوهر السلوان للمخرجة نجوى النجار عام 2001 الحياة الاجتماعية في القدس خلال الفترة ما بين